حاسس ان المشاكل كترت قوي حواليك وان الابواب كلها متقفله في وشك؟ تعال معايا، الفيديو ده عشانك. يلا بينا. قصه لثلاث اشخاص حكاها لنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس طبعا عشان الحديث طويل انا هقول فيما معناه. كان في ثلاثة ماشيين في المكان ده المطرة زادت فيه والرياح زادت عليهم، فبدأوا يدوروا على حاجة يداروا فيها، فلقوا جبل ودخلوا جوه الغار. ومع الرياح الشديدة والهواء والمطر كان في صخرة كبيرة وقعت عند باب الغار، سدت الغار. في موقف أشد من كده؟ في موقف أشد من إنك تكون في مقبرة وإنت لسه عايش؟ ففكر الثلاث أشخاص إن كل واحد فيهم يفكر كده في مخه على عمل صالح كان عمله خالص لوجه الله، ويدعي ربنا بيه إن لو كان العمل ده فعلا خالص لوجه الله تنسد حتة من الصخرة. وفعلا كل واحد فيهم قعد يحكي موقف كان خالص لوجه الله. واحد منهم قال ان هو كان بيراعي ابوه وامه اللي هم كانوا كبار في السن، وبيراعي عياله، وكان كل ما يرجع من الشغل يحلب الحليب البهايم اللي عندهم في البيت، وبعد كده يسقي ابوه وامه، وبعد كده يسقي عياله. ففي يوم من الايام رجع متاخر، فرجع لقى باباه ومامته ناموا بس عياله لسه صاحيين. حلب اللبن ولكن مرضيش يسقي عياله غير لما الاول ابوه وامه يشربوا، بس ابوه وامه لسه نايمين. فوقف على باب الاوضه وماسك الاناء لحد ما أذن الفجر، وراح صحاهم شربهم، وبعد كده شرب عياله. فقال: يا رب لو كنت عامل العمل ده خالص لوجهك الكريم، يا رب تتزاح جزء من الصخرة. وفعلا اتزاح جزء من الصخرة. الشخص التاني راح قال لربنا: انا كان ليا بنت عم كنت بحبها جدا جدا زي ما بيحب اي راجل واحدة ست، ولكن ما كنتش عايزة اتجوزها. فكانت الست ديت جيت اقول لها ان هنعمل الفاحشة كده، فطبعا رفضت. فراح بعد كده هي كانت محتاجة فلوس، فراح قال لها: انا هديكي مبلغ كبير ولكن تسلميني نفسك. فراحت وافقت. وبعد كده لما خلاص قفل المكان وخلاص مفيش غيرهم وهيبتدي يعمل فيها الفاحشة، قالت له: اتقي ربنا فيا ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فبعد عنها وسابها تروح لحالها واداها المبلغ، وقال: يا رب لو كنت عملت العمل ده خالص لوجهك الكريم، يا رب تتزاح جزء من الصخرة. وفعلا اتزاح جزء تاني من الصخرة. تالت شخص كان في أجير بيعمل عنده، وكان متفقين على كمية من الرز يديهاله. فالظاهر الراجل ده استصغر أوي كمية الرز، فبعد ما خلص العمل وشاف كمية الرز دي رفض إنه ياخدها ومشي. وفاتت السنين وأخد الرز ديت الراجل وبدأ يزرعه وبدأ يتكسب منه. ومن ضمن الحاجات اللي اكتسبها منه هي إنه هو اشترى كام بقرة، والبقرة ديت راحت ولدت تاني وبقى عنده عجول كتيرة من الأبقار. فجه الراجل اللي هو الأجير جاله تاني بعد سنين وقال له: اتقي ربنا في اللي أنا كنت عملته وانت ما اديتنيش حقي. فراح شاور له كده على مجموعة الأبقار دي وقال له: خد المجموعة دي كلها عشانك. قال له: انت بتتريق عليا؟ قال له: لا والله، ده مكسب حبة الرز اللي انت استقلتهم في الاول، ادي مكسبهم اهو مجموعة البقر دول. فطبعا راح دعا ربنا وقال: يا رب لو كنت عملت العمل ده خالص لوجهك الكريم، يا رب تتزاح جزء ثالث من الصخرة. وفعلا اتزاحت الصخرة تماما وبدأوا يطلعوا. يلا بقى يا شاطر، شوف المواقف اللي انت عملتها، في حاجة كده في دماغك كنت عاملها خالصة لوجه الله، روح صلي ركعتين وادعي ربنا بيها، وان شاء الله هتتزاح الكربة اللي انت فيها ويبتدي يتفتح الابواب المقفولة في وشك. والقصة بتاعتنا هي خير دليل، ولا ايه رأيكم؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.